السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتنا حلاوة الاكل المصري. معاكم ميرفت. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض احلى صينية فراخ عاملينها في الفرن، عاملينها بتتبيلة جميلة جدا، طريقة سهلة جدا. ان شاء الله تعتمديها وهتبقى جميلة جدا في اي عزومة انت هتعمليها. بجد هي لذيذة خالص وطريقتها سهلة، وكمان ما بتاخدش معاكي وقت خالص في الفرن. تعالوا بقى نعرف مع بعض احنا عملنا صينية الفراخ الجميلة القمر دي ازاي. هنقول مع بعض بس الاول يعني بستأذن حضراتكم اللي لسه منورنيش بالاشتراك، اتمنى يعني ينورني في القناة بالاشتراك ويفعل الجرس علشان يوصلوا من القناة كل جديد بإذن الله. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم. تعالوا بقى معانا نشوف مقاديرنا ونشوف عملنا الصينية دي ازاي. اول حاجة هنسمي الله كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونجيب صينية او بولة او اي حاجة علشان نبدأ نجهز فيها التتبيلة بتاعتنا. هننزل هنا بثلاث بصلات كبار، معانا 3 بصلات كبار مفرومين ناعم خالص كده، ناعمينهم خالص. وكمان معانا معلقتين كبار من الثوم، ومعانا كمان معلقتين كبار من صلصة الطماطم. والتوابل معانا هنا نص معلقة من توابل الفراخ والفلفل الاسود، وكمان الثوم البودر والبصل البودر، وربع معلقة صغيرة من الحبهان المفروم او المطحون، وكمان ربع معلقة من جوز الطيب والجنزبيل البودر، وطبعا معلقة من الملح. وبتبل كل الحاجات دي مع بعضها كده، يعني بحاول كده ان انا يعني اهرسهم في بعض كده واخلي كله يعني يشرب من بعضه. وبعد كده ببدأ اشوف انا هعمل ايه. همسك طبعا قطع الفراخ او قطع او الاوراق اللي معايا كلها. طبعا انا بكون يعني مفتحاها كده من الجنب فتحات صغيرة كده، يعني بحيث ان هي تتشرب كده زي ما احنا شايفين، والتتبيلة تدخل فيها كده وتبقى لذيذة ان شاء الله. بدعكها كده زي ما احنا شايفين بايديا كويس جدا لحد ما اضمن ان كلها اتشربت كده من التتبيلة بتاعتنا. وبعد كده بجيب طبعا صينية احط فيها شوية زيت صغيرين كده، وببدأ طبعا افرد الزيت كده في الصينية. وهنشوف بقى احنا هنعمل فرشة جميلة كده قوي، يعني من الخضار كده اي نوع خضار تحبيه حطيه. فرشة بسيطة بس احنا ما بنحطش كمية كبيرة، بس هي كفرشة بس كده تحت الفراخ. بصراحة بتدي لها طعم خرافي وجميل جدا، وما شاء الله حاجة كده مغذية وحاجة لذيذة قوي. طبعا بما ان يعني الكوسة موجودة في السوق الايام ديت كتيرة وجميلة وزي ما احنا شايفين كده حابين طبعا نستخدمها. انا ساعات بحط الفرشة دي بتبقى بطاطس او اي حاجة تانية، او ممكن ما بحطش حاجة خالص وبنزل بالفراخ بس انا هنا حبيت النهارده احط لها كده فرشه جميله من الكوسه. بكون طبعا مقطعه قطع يعني دواير كده صغيره او اي تقطيع تحبي. وطبعا كان فايض معايا شويه تتبيله كده في الطبق، فطبعا نزلت على الكوسه بها. وببدا دلوقتي انزل بقطع الفراخ ارصهم جنب بعض كده. وبعد كده هنشوف بعد كده بقى هتدخل الفرن وهتبقى معانا شكلها ايه. خلاص هنا كده الصينيه بتاعتنا بقت جاهزه معايا، وحطيت كمان بقيه التتبيله اللي كانت في الطبق كده على وش الفراخ. بصراحه ما شاء الله جميله جدا، ويعني بجد ما بتاخدش وقت وسهله وبتطلع لك نتيجه حلوه قوي. احلى صينيه فراخ ان شاء الله تعمليها. يلا بقى تعالوا نروح ندخلها الفرن ونشوف الشكل النهائي بتاعها هيبقى شكله ايه. احنا خلاص حطينا صينيه الفراخ في الفرن تستوي كده وتاخد اللون الجميل بتاعها. دلوقتي بقى هنجهز الرز اللي هنقدمه باذن الله مع صينيه الفراخ. معانا هنا حله حطيناها على النار وحطينا فيها اي ماده دهنيه، زيت سمنه زي ما تحبي. ومعانا التوابل نص معلقه صغيره من بودره الزعفران، وكمان نص معلقه صغيره من توابل الكبسه، ومعانا مكعب مرقه، وكمان مستكه وحبهان، وكمان عود من القرفه. بقلب كله كده مع بعضه لحد ما تبدا التوابل ريحتها تطلع كده يعني وتبقى ريحتها جميله كده واشمها. هبدا دلوقتي انزل بكوبايتين من الميه او كوبايتين من الشوربه زي ما تحبي. ممكن نستغنى عن مرقه الدجاج لو في شوربه، بنحط بس الشوربه. وطبعا احنا هنا حطينا كوبايتين ميه على كوبايتين الرز اللي معانا. زي ما احنا قلنا الرز المصري بتاعنا الجميل اللي احنا طبعا كلنا عارفين المقدار بتاعه، بيبقى كوبايه الرز على كوبايه ميه زيها. وانا هنا معايا كوبايتين رز يبقى معايا كوبايتين ميه، وكمان حطيت معلقه من الملح وقلبت كله مع بعضه كده. واول ما الميه تبدا تغلي او الشوربه تبدا تغلي بتاعه الرز
بوطي بقى بنزل بالرز وبعدين بوطي على الرز واسيبه يستوي بقى على مهله. ما شاء الله هو هنا كان خلاص استوى معايا، جميل جدا وريحته تحفة خالص وجميل جدا فعلا، ينفع يتقدم مع صينية الفراخ اللذيذة اللي احنا عملناها دي. صراحة الاكل تحفة جدا وجميل وخفيف خالص، ما بياخدش وقت معاكي، ممكن تعمليه باسرع يعني طريقة. انت الفراخ انت ما تبلتهاش ولا كنتيها او حاجة، انت كل ده عملتيه بسرعة بسرعة بدون ما يعني ما ياخد منك وقت خالص. بس بامانه طالع معايا جميل جدا، جربوها باذن الله بطريقتي وان شاء الله هتعجبكم، وزي ما قلت هتعتمدوها باذن الله على سفرتكم لو في عندك عزومه او اي حاجه. ما شاء الله جميله جدا، يا رب تعجبكم، ويا رب النهارده الفيديو بتاعي يكون جميل كده وعجبكم. وما تنسوش بقى الاشتراك في القناه، والناس اللي لسه ما اشتركتش عندي يا ريت تنورني، وكمان يعني تفعل الجرس زي ما احنا قلنا علشان اي جديد في القناه ينزل باذن الله ليكم وتشوفوه. وما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.